السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة طريقة الفراخ الكنتاكي. طريقة سهلة كده وبسيطة ومقدرها في البيت وبنشتريها دلوقتي بأسعار خرافية. تعالى ممكن انتي تعمليها بفرخة كاملة، تعمليها بأجنحة، تعمليها بأي حاجة موجودة عندك هتمشي مش معايا. بقى هنا الأجنحة ومعايا كوباية دقيق وكوباية مية والبهارات، بهارات فراخ وفلفل أسمر وملح وليمونة وكركم وبابريكا وسبع بهارات ومكعب ماجي. ده كله معاكي في قلب معاكي في قلب البهارات، ولسه هنحط بهارات تاني في قلب الخلطة. تعالوا بقى اقولكوا هنعمل ايه على طول. انا جبت بولة، انتي جيبي بولة واسعة شوية، هتحطي فيها على حسب الكمية اللي انتي هتعمليها. على كل الكمية بتاعتك كل كوباية دقيق عليها كوباية مية. انا حطيت كوباية دقيق عليها كوباية المية ونزلت بالبهارات زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ انزل بقى بالليمونة، هجيب الليمونة كاملة، يعني متجيبيش ليمونة كبيرة قوي، هاتي ليمونة وسط هنزل عليها كلها. هتنزلي بيها. وهبدأ برضو اجيب توم بودرة، ده بقى العامل الاساسي معايا في قلب البهارات. هتحطي معلقة كبيرة من التوم والبصل البودرة. انا دوت توم على بصل بودرة انا مخلطاه على بعض. حطيت معلقة كبيرة، هنزل بمعلقة خل وهبدأ بقى اقلب المكونات مع بعضها لحد ما تمتزج كلها مع بعضها. القوام بتاعها بيبقى تقيل شوية سميك، ما بيبقاش خفيف قوي ما بيبقاش تقيل برضو قوي، بيبقى زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. القوام بتاعه في المعقول مظبوط. هبدأ بقى اجيب الاجنحة، انا طبعا منضفاها وشايله الضفر منها عشان الزفارة، وهنزل بالكمية كلها في قلب الخلطة اللي انا عملتها زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيتها، هتسيبيها لمدة ساعة في قلب التلاجة او بيتيها عادي. كل ما تقعديها في قلب الخلطة كل ما تديكي طعم اكتر واحسن، بسم الله ما شاء الله بتبقى طعمها احلى واحلى. انا سبتها مدة ساعة بصراحة، طلعتها من التلاجة بقى هي زي ما انتوا شايفينها كده. هبدأ بقى اجيب الخلطة، هبدأ بقى الكفر بتاعها التاني. انا هجيب نفس البهارات بس انا هنا ايه، حطيت توم بودرة وبهارات فراخ والسبع بهارات وشوية ملح، انزل بيهم على الدقيق الكفر، وهبدأ اقلب الدقيق كويس مع البهارات ديت. يعني هتخلطي البهارات دي كويس جدا. هتبدأ بقى تجيبي الجناحة زي ما انت شايفة كده، هتحطيها لو هي في جزء ولا حاجة مش متغلف هتبدأي تغلفيه بالتتبيلة ديت لحد زي ما انتوا شايفين كده. هتكبسي وتنطريه كويس جدا. عشان ايه، يدي الشكل التعريجة اللي بتاعت الكنتاكي اللي بتجيبيها من بره. هتضغطي على الدقيق وعلى الفراخ او الستريبس او اي حاجة انت هتعمليها. بصوا التعريجة بتاعتها بسم الله ما شاء الله، وطعمها بتبقى طعمها حلو جدا وموفرة منك. هخلص بقية الكمية كلها هعملها بالكفر دوت وهوريها لكم. انا عملت هنا كمية. هبدأ بقى اجيب الزيت سخن على نار متوسطة، بتسخني الزيت نار متوسطة بتوطي عليه. هتبدأي بقى تنزلي بالجناحة، اول ما تنزلي بالجناحة وتلاقيها زي شدت كده منك في قلب الزيت، بتبدأي ان انت توطي عشان تستوي منك السوا الكامل. بتبدأي تسويها في كل مراحلها. دي كانت خلاص يعني داخله على سوا، ما استوتش كده، هي داخله على سوا. انتي بتوطي وبتشوفيها كده، بتنغزيها بسكينه وبتبين. انا جبت طبق وحطيت فيه مناديل، وهبدأ بقى ايه هي كده بسم الله ما شاء الله كانت استوت. طلعت بقيه عملت الكميه كلها وطلعتها معاكم زي ما انتوا شايفين كده، وبسم الله ما شاء الله بتقرمش وطعمها والله العظيم حكايه. جربوها بس ومش هتندموا. ممكن تعمليها في الفراخ كلها زي ما انا قلتلك. ولو الفيديو عجبك ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس. والسلام عليكم.